بما ان بقى كلنا هنقضيها النهارده عشان رمضان بكره، فتعالوا النهارده نعمل بقى طبقين ملوخيه ناشفه كده، ونعمل كمان طبق مسقعه يفتح النفس كده. فتعالوا كده ايه، نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده يا بنات، معايا توم مفروم. انا لسه كده مطلعاه من الفريزر، حطيت عليه معلقه كبيره كده من الكزبره الناشفه، وهقلبه كده بالظبط كده لحد ما ايه، كله كده يختلط بالكزبره كده التوم بالشكل ده. وهنزل كده في حله فاضيه بمعلقه من السمنه، وبعد كده هنزل بنص كمية التوم اللي في الطبق، شايفينه نصها بس. واول كده ما ياخد اللون الذهبي هفضل اشوح فيه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو بتاعه ده. هنزل بقى بطماطم، ممكن بقى طماطم معصورة، طماطم مبشورة، اي طماطم عندك. انا هنا بحب ان انا اضرب الطماطم واحطها كده في مكعبات التلج، واحطها كده في الفريزر، بتسهل عليا بصراحة. ولما بكون ايه ما عنديش وقت، فحطيت كده كام مكعب، وهفضل اقلب فيه كده لحد بقى ما يسيح خالص مع الثوم. بصوا شايفينه شكله بقى عامل ازاي. اول كده ما تشكشك بقى هنزل بكمية الشوربة اللي انا هحتاجها. انت بقى على حسب كمية الشوربة اللي انت محتاجاها، على حسب مقدار الملوخية اللي هتعمليه. انا هنا ايه، هتعملي بقى طبقين، هتعملي اكتر من طبقين، زودي الشوربة زي ما انت عايزة. واي شوربة عندك، شوربة فراخ، شوربة لحمة، مش هتقول لا. فعبال ما تغلي بقى تعالى اقول لكم، بصوا شكل الملوخية الناشفة بيبقى عامل كده. وبعد كده انا بطحنها في المطحنة بتاعة التوابل، بتبقى ناعمه بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبعبيها ببرطمان ازاز وبشيلها في التلاجة، واي وقت بطلعها بحتاجها على طول. هنا بقى الملوخيه طبعا ما تنفعش غير بالمسقعه، فهنا هقشر البتنجان بالشكل ده بالقشره، بتسهل عليا، وهقطعه كده مكعبات. وكمان لما تيجي تحاولي تختاري البتنجان وتنقيه، اختاري الخفيفه خالص، بتبقى مش مبزره. وهحط بقى كده رشه ملح كده، وهركنه على جنب. وهحط برضو، هقطع الفلفل في بنفس الشكل. والطماطم كمان هقطعها مكعبات كده صغيره خالص زي بتاعه السلطه، علشان اعمل بيها المسقعه. يعني هعملها زي بتاعه المطاعم كده، بتبقى حلوه قوي كده، بدل بقى ما الطماطم تبقى مضروبه. هنا بقى الشوربه غليت. الكاميرا معلش انا اسفه فصلت، فنزلت كده ايه بالملوخيه. بصوا يعني انا بحب ان انا اعملها بالمضرب عشان ما تكلكعش، مخصصه المضرب ده للملوخيه، بعمله بيها كده، بقلبه بيها. بصوا هنزل حبه حبه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، حبه حبه، واقلبها لحد كده ما الاقي قوام الملوخيه معايا مظبوط بس. وبعد كده بقى هاجي التوم اللي انا حجزته في اول الفيديو، هنزل بكميه نص التوم اللي انا كنت حاجزاه اول الفيديو. وبعد كده هحط لها بقى سنه ملح. وطبعا عشان الشوربه بتبقى متحيقه، فهحط كده سنه ملح وادوقها. واحط كمان سنه شوربه وكده وسنه شطه، وبعد كده ارفعها، وتمام التمام، يبقى كده عندي احلى ملوخيه ناشفه. تعالوا بقى نعمل المسقعه. نزلت كده بشويه زيت، وبعد كده عليهم معلقه سمنه عشان تطعم المسقعه. ونزلت كده بالفلفل، هشوحه كده في السمنه بالزيت. انا بحب اشوحه، ما بحبش اقليه، عشان يدي الطعم بتاعه كده. وبعد كده هنزل بالطماطم مقطعاها كده مكعبات، هشوحها برده معاه. وعبال بقى ما اقلي البتنجان تكون اتسبكت كده في بعضها، شايفينها اهي. هنزل بقى بالبتنجان بعد ما قليته بالشكل ده، وهقلبها بقى. وهشوفها بقى لو محتاجه سنه ملح، عشان طبعا انا كنت رشه على البتنجان والفلفل ملح، فمش هتحتاج ملح كتير. وهرفعها على طول من على النار. انا طبعا عملتها قبل الملوخيه، علشان المسقعه لما بتقعد عادي بتتاكل بارده، لكن الملوخيه لازم تعمليها تسقطيها في الشوربه وتصبيها على طول وتاكليها، بتبقى بجد لازم تبقى سخنه. حتى لو تلاحظوا البخار بصوا ظاهر في الكاميرا. فهنا بقى كان عندي احلى طبق ملوخيه واحلى طبق مسقعه ممكن تاكليهم. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.